إزاي نحلة عادية جدا بتتحول لملكة؟ هل اتولدت كده ولا في سر غريب بيحصل جوه الخلية؟ أهلا بيكم في 5 جنان. كل حاجة بتبدأ من البيضة. الملكة الموجودة في الخلية بتختار بعض البيض، وغالبا بتختار عدد قليل وبتحطه في خلايا ملكية خاصة، وده المكان اللي ممكن يطلع منه ملكة جديدة. البيض ده في الأصل مش مختلف عن البيض العادي اللي هيبقى نحل عامل، لكن القرار هنا هو تغذيته على نوع مختلف من الأكل. الاختيار ده بيكون نتيجة لعدة أسباب زي كبر سن الملكة، أو حتى لو النحلة حس إن الملكة مش قادرة تبيض كفاية. أهم حاجة في عملية تحول النحلة الملكة هي نوع الأكل اللي بتاكله وهي لسه يرقة. النحل اللي ممكن يبقى ملكة بيتغذى على حاجة اسمها الغذاء الملكي أو الجيلي الملكي، وده خليط سحري مليان فيتامينات وبروتينات، على عكس النحل العامل اللي بياكل غذاء أقل جودة اسمه خبز النحل، اللي بيتكون من العسل وحبوب اللقاح. الجيلي الملكي ده بيشتغل زي المعجزة، بيخلي اليرقة تنمو أسرع ويخلي جسمها أكبر وقوي بشكل مختلف. الغذاء ده مش بس بيكبر جسمها، لكنه بيغير تركيبتها البيولوجية بالكامل، بيأثر على جهازها التناسلي ويخليها قادرة على التزاوج وإنجاب أجيال جديدة. وهو ده الفرق الرئيسي بينها وبين النحل العامل اللي مش بيقدر يخلف. وبعد حوالي 16 يوم النحلة دي بتكون اكتملت وبتخرج من الخلية الملكية وهي مستعدة تاخد العرش. جسمها أكبر، أجنحتها أطول، وفكها أقوى. حتى سلوكها مختلف تماماً عن باقي النحل. الملكة الجديدة بتكون مستعدة إنها تاخد القيادة، لكن مش من غير مواجهة. لما الملكة الجديدة تخرج لازم تواجه الملكة القديمة، وغالباً بيحصل صراع كبير بين الاتنين. لو الملكة القديمة قوية بتدخل في معركة مع الملكة الجديدة، والمفاجأة إن الملكة الجديدة عندها سلاح سري، لسعة الملكة. لسعة الملكة قوية جدا وتقدر تقتل بيها أي ملكة تانية. الملكة اللي تفوز بتفضل مسيطرة على الخلية. وفي بعض الحالات بدل المعركة النحل بيقرر يطرد الملكة القديمة اللي بتاخد شوية نحل معاها وتروح تبني خلية جديدة في مكان تاني، والعملية دي اسمها التطريد. النحل بيحافظ على التوازن بشكل طبيعي، ولو في أكتر من ملكة في نفس الوقت الخلية بتبقى في حالة فوضى. وبعد ما الملكة الجديدة تستقر في العرش بتبدأ في رحلة التزاوج، بتطلع من الخلية وتطير في السماء في رحلة تزاوج سريعة مع مجموعة من ذكور النحل. الذكور دي بعد ما تتزاوج معاها بتموت فورا، لأنها بتديها كل حاجة ممكن تحتاجها علشان تفضل تبيض طول حياتها. الملكة بتجمع السائل المنوي من الذكور وبتحتفظ بيه في جسمها، وبتقدر تستخدمه طول حياتها عشان تبيض آلاف البيض. النحل العامل بيعيش بس حوالي شهرين، لكن الملكة بفضل التغذية السحرية اللي حصلت عليها وهي يرقة بتعيش حياة أطول بكتير. فتحول النحلة الملكة مش بس صدفة، لكنه نتاج عملية بيولوجية معقدة بيشارك فيها كل أفراد الخلية. ومن اللحظة اللي النحلة بتخرج فيها من البيضة، لو توفرت لها التغذية السليمة والمكان المناسب بتتحول لملكة بكل المواصفات المطلوبة. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.